ان افضل رمضان هو اكتر رمضان متعب، اكتر رمضان مريح نفسيا، هو اكتر رمضان مجهد. العبادة في رمضان ده شهر اجتهاد، عامل زي الحج كده. فريضة الحج هي فريضة فيها مشقة، ما ينفعش حد يروح يحج حجة صح ويرجع مش مرهق، دي حاجة غريبة محدش يعرفها. فشهر اجتهاد زي ما بنجتهد في اي حاجة في الدنيا، امتحانات، شغل، بتجتهد بتتعب. بس ايه اللي بيخلي الجهد ده ليه طعم ولذة؟ النتيجة اللي بتطلع بيها والعمل اللي بتطلع بيه. رمضان نفس الفكرة، كل ما خرجت من مقعد المشاهد لرمضان ونزلت المقعد المجاهد في رمضان هتلاقي نفسك بتتغير. بجاهد نفسي اولا، اللي قاعدة طول السنة سرحانة دي فما بسمعش كلامها، لان السنس بتاعها هو سنس اصلا مشوه. اصل مش حاسس ان انا عايز اقف ورا الشيخ ده. لا معلش، احساسك معلش، انا بحترم احساسك وانت انسان جميل كل حاجه، بس انت مش دايما احساسك صح. حاسس ده بالعكس، ده هي دي اساس تزكيه النفس، انك تراوغ النفس. حاسس انك مش عايز تمسك المصحف، قوم امسكه دلوقتي حالا. حاسس انك عايز تنتخ كده وتقعد تفتح التلفزيون وتتفرج عليه ساعتين ثلاثه، اقفل وقوم امشي فورا. حاسس انك عايز تروح تقضيها في السحور دوت والفطار